الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الحبيب المصطفى، نبينا وقدوتنا. وأحسن منك لم ترى كالطعين، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذه الأيام يقومون بالمولد وبالاحتفال، ولكن نقول النبي صلوات الله وسلامه عليه ليس بحاجة منا إلى هذه الخرج الخضراء واللمبات التي يفرضونها هناك في صنعاء وفي المدن التي يسيطرون عليها الحوثيون، هم أبعدوا كل البرد من نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. من يحب المصطفى وحبيبنا عليه أن يهتم بالمساكين، وعليه أن يهتم بالفقراء، وعليه أن يشج على سيرة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يحيي في الناس حديده وسننه، وأن يتدارسون الناس كيف يقتدون به، لا أن يفجرون دار الحديث في دمج منذ أن عرفناهم. هم أعداء للدين وللإسلام، ولكن باسم أنهم ينتسبون بإنصار الله، أو ما يسمونهم بأنهم أحفاد النبي. وهم كم من لبي اليوم يا ابن حضرموت، هذه النعمة بأن الله حبانا بالسلام. ولو دخلوا لا سمح الله، لو كان دخلوا لكان دار المصطفى أول من يفجرونه، مثل ما فجروا دور القرآن ودار الحديث وكل ما يتعلق بديننا، فهم لا يعترفون بالسنة النبوية، وهم يريدون أن يخلقون بالناس الطبقية، وهم يكرهون عمر ذلك المقدام والفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل رضوان الله عليه وعلى صحابة رسولنا جميعا. فمن يكونهم حتى يحملون راية المصطفى، والمصطفى براء منهم، إنهم يريدون أن يعبدون الناس من الدين، يريدون أن يلحدوا الناس، يريدون أن يكرهوا الناس للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم. نحبه ونجله. وهذه الخلق والأنداث الخضر، هل هم من حبهم للنبي صلوات ربي وسلامه عليه يصرفونها للناس، أم إنهم يلزمون، بل يلزمونهم بالقوة السلاح، وإنهم أحرموهم حتى من قوت أطفالهم، وباتوا الناس جوعا كما تلاقبون. وبدلا أن يؤتونهم بلقمة عيش تسد لمجاء أطفالهم، ينهبون أرضهم ويغلقون محلاتهم، وحتى أنهم بالغفل